السلام عليكم. مواجهة الكلاسيكو بين قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة تعد من أهم الأحداث الرياضية سنويا، فالناديين هما الأكثر شعبية في العالم ويضمان أمهر لاعبي كرة القدم، وتبقى العداوة بين جماهير الغريمين شديدة للغاية، فتلك اللحظات التي تبدي فيها جماهير الفريقين الإعجاب بلاعب الخصم نادرة جدا، والمدرجات الساخنة والممتلئة بجماهير متعطشة لفوز فريقها تجعل حدوث ذلك أمرا غير ممكن. لكن برغم ذلك كان بعض اللاعبين استثناء في تاريخ الكلاسيكو، فأجبروا جماهير الفريق المنافس على التصفيق لهم بملعبهم سواء بالكامب نو أو سانتياغو برنابيو، وهؤلاء الاستثنائيون كانوا 4 فقط في مواجهات الكلاسيكو الكبيرة، منهم مدريدي وحيد صفقت له جماهير برشلونة لكنه كان الأول في تاريخ الكلاسيكو. ونبدأ بثلاثي برشلونة الذي صفقت له جماهير سانتياغو برنابيو، وأولهم كان الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي قامت جماهير ريال مدريد بتحيته في المدرجات في يونيو عام 1983 أثناء مباراة الإياب لنهائي كأس الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو، بعدما انطلق من منتصف الملعب وتلاعب بحارس الريال ثم خدع مدافع الملك بمهارة فردية مذهلة أدت إلى اقتحام المدافع بالقائم قبل أن يسجل هدفه الرائع. واللاعب الثاني من برشلونة كان الساحر البرازيلي رونالدينيو عام 2005 حين قام بسلسلة من المراوغات في مناسبتين وسجل هدفين قاد بهما برشلونة للفوز بثلاثية على الغريم. وآخر لاعب صفقت له جماهير ريال مدريد هو الإسباني أندريس إنيستا عام 2015، وذلك عند خروجه من اللقاء في الدقيقة 74 تقديرا لما قدمه من أداء رائع طوال فترة تواجده في الملعب، فقد سجل هدفا وساهم في صناعة آخر ليقود برشلونة للفوز في الدوري بنتيجة 4-0. أما اللاعب المدريدي الوحيد الذي صفقت له جماهير برشلونة في الكامب نو فهو الإنجليزي لوري كونينغهام، عندما قاد الملكية للفوز على الكتالان في عقر دارهم بثنائية نظيفة عام 1980. فالظهير الأيسر لريال مدريد الذي توفي عام 1989 عن عمر يناهز 33 عاما فرض نفسه بطلا في معقل نادي برشلونة خلال كلاسيكو الدوري الإسباني موسم 79-80، وساهم بشكل كبير في عودة الملك إلى العاصمة مدريد بنقاط المواجهة الأهم بعدما تلاعب بدفاع البارسا ومنح هدفي الفوز لكل من غارسيا هرنانديز وسانتيلانا. ذلك الفوز كان له تأثير على تتويج الريال بلقب الدوري الإسباني لينال الفتى الإنجليزي احترام وإعجاب الجمهور الكتالوني الذي أقر بتألقه وصفق له كثيرا لحظة خروجه من الملعب بعد تبديله.